ما هو انت استحالة تعرف حجر الفيروز الأصلي لو انت بتعتمد على التوصيف بس. يعني ايه التوصيف؟ يعني شفت على أحد المواقع حد عارض سبحة ب150,000 جنيه، وأحد المواقع الشهيرة حد عارض سبحة كمان ب300 جنيه. ايه الفرق والتفاوت بين درجات الفيروز؟ ولو انت متخيل ان اسم الفيروز مشتق من الكلمة الفارسية اللي معناها تركواز او اللون الازرق علشان لونه الازرق بس، فتعال اعرفك على درجات الفيروز المختلفة.
دي فيروز إيراني كرماني، بلد المنشأ كرمانشاه، لأننا عندنا في إيران نوعين للفيروز، ألا وهو الفيروز النيشابوري والفيروز الكرماني. فإذا عندنا هنا جزئية هو الهيولايت. الهيولايت بيكون حجمه كبير، علشان كده بنقدر نشكل منه، لكن لو وضعناه مع الفيروز هيتوه مع ألوان الفيروز وهيتوه مع تشكيلات الفيروز. مثال ممكن نعمله ألا وهو الفيروز السيناوي المصري جنب الفيروز الكرماني. لو لاحظت الفرق هتلاقيهم قريبين جدا من بعض، التشابه كبير وصعب نفرقهم، لكن ممكن نعرفهم من الملمس وأحيانا اللونية. كمان 3 أنواع أخرى من الفيروز ب3 أحجام وأشكال مختلفة علشان نضع فيهم سبحتين: السبحة الفيروز السيناوي، السبحة الفيروز الإيراني، وممكن ما نلاحظش الفرق. هنا أنواع كتير من الفيروز وألوان كتير وتضارب ألوان، باختصار مش هتعرفها غير بأمانة البائع وبحسك لاستخدامك للفيروز. أما معلومات كتير عن الفيروز ونقرأ وحد حاطط توصيف خاطئ بهيولايت يقول لنا فيروز أو فيروز مصلب أو تقليد الفيروز، مش هتوصل لحل. فإما تشتري حجر كريم طبيعي مميز علشان هتدفع فيه فلوس، أو أي قطعة اكسسوار هي بالنسبة لك أكرم منه. أشوفك دايما على خير.